مشاهدينا الكرام، نحييكم ولقاء يتجدد في الشارع الثقافي، هذه المرة ونحن في رحاب قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا. يطيب لنا أن نقدم لحضراتكم هذه الإضاءة العلمية حول رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث شعبان طلعت محمد عثمان عن مدعاة الانحراف في قراءة الحداثيين للقرآن الكريم، دراسة تحليلية حول هذا الموضوع المهم في الرد على بعض الشبهات. نعيش مع حضراتكم هذه الحلقة، كونوا معنا وتابعونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. نحضر اجتماع. اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من الأستاذ الدكتور بشير محمد محمود مناقشا ورئيسا، ياسر حسن عبد التواب مناقشا، الأستاذ الدكتور محمد ممدوح شحاتة مشرفا، الأستاذ الدكتور منصور خميس منصور رسلان مشرفا، وذلك لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث شعبان طلعت محمد عثمان للحصول على درجة الدكتوراه في الآداب قسم الدراسات الإسلامية في موضوع مدعاة الانحراف في قراءة الحداثيين للقرآن الكريم، دراسة تحليلية تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد ممدوح شحاتة والأستاذ الدكتور منصور خميس منصور رسلان بقاعة المناقشات الجديدة بالكلية. وبعد المداولة قررت اللجنة التوصية بمنحه درجة الدكتوراه في الآداب دراسات إسلامية بتقدير مرتبة الشرف الأولى. مشاهدينا الكرام، عودة مرة أخرى لفعاليات هذه الرسالة المهمة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا عن مدعاة الانحراف في قراءة الحداثيين للقرآن الكريم، دراسة تحليلية للباحث شعبان طلعت محمد عثمان. شرفت هذه الرسالة بأيادي بيضاء للإشراف عليها من الدكتور منصور رسلان، وأيضا من سعادة الأستاذ الدكتور محمد ممدوح شحاتة أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بالقسم والذي نشرف بوجوده معنا. دكتور محمد، سعيد بوجودك النهارده. أنا اللي سعيد بحضراتكم شرفتوا جامعة المنيا وكلية الآداب، ويعني والكلية منورة بحضراتكم يعني. تلفزيون سعيد، وبنقول أخينا يعني مبارك. الله يبارك فيك يا فندم. جزاكم الله خير، ده احنا أشرف وأسعد والله. نرجع إلى أستاذنا الدكتور محمد ممدوح. طبعا الإشراف له اليد البيضاء بعد الله عز وجل، طبعا لاستنارة الباحث بالعديد من الأفكار والرؤى التي من خلالها يخرج هذا العمل بهذا المستوى ما شاء الله، الذي يعني يرضي أرض الله عز وجل، يرضي الجميع. حدثني عن هذه الأيام التي اخترتم في هذا الموضوع
الموضوع الجديد نسبيا على ساحة الدراسات الإسلامية؟ في البداية أكرر ما قلته في المناقشة أن الباحث باحث متميز جدا، يمتلك أدوات البحث العلمي، ويعتبر من أفضل الباحثين في قسم الدراسات الإسلامية، ودي شهادة حق يعني. وانتهت المناقشة خلاص، والدكتور شعبان يعني منح الدرجة يعني، فهذا ليس نفاقا يعني. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني، ولا نزكي الله أحد، أنه هو من الباحثين يعني المهمين بقسم الدراسات الإسلامية. ومن الجدير بالذكر برضو أن دي أول رسالة دكتوراه تملح لغير متخصص في الدراسات الإسلامية. زي ما احنا يعني، أو سعادتك تعرف، احنا عندنا قسم الدراسات الإسلامية في مجال الدراسات العليا في حاجه اسمها دبلومه لغير المتخصصين، حتى يتسنى له ان يكمل الدراسات. الدبلومه غير المتخصصين يعني بنقبل حمايه المؤهلات. يعني مثلا الدكتور شعبان خريج تربيه لغه فرنسيه، تمام، اكمل عندنا يعني اخذ ليسانس الدراسات الاسلاميه عندنا، واكمل التمهيدي الماجستير، ثم دراسه الماجستير، ثم الدكتوراه. فيعد يعني اول باحث غير متخصص يحصل على الدكتوراه وعلى مرتبه الشرف الاولى. وعلى مرتبه الشرف الاولى. اما الموضوع فالموضوع ذات اهميه بشكل كبير جدا. ليه؟ لان احنا بنخرج من عباءه التقليد، لان برضو البعض يتهمنا او يتهم المتخصصين في الدراسات الشرعيه ان هو يعني الدراسات بتاعتهم تتسم بالجمود، تتسم بتكرار التراث الى اخره. لكن هذا الموضوع دراسه بينيه فكريه بحته، ويعد من اول دراسه في قسم الدراسات الاسلاميه تتحدث عن الحداثه، تمام، من الناحيه الفكريه التحليليه. يعني هو يعني نشكر الباحث ان هو يعني بادواته البحثيه جمع ما بين التراث الفكري والتراث الشرعي، ودي على فكره غايه الصعوبه ان انت تحط القراءه الحداثيه او النص الحداثي لمجهر النص الفكري والشرعي، وتحاول تعمل موازنه تحليليه بينهم. فده صعب بصراحه يعني خاض غمار البحث. لكن ان شاء الله باذن الله يعني لا تعد اول رساله، ان شاء الله باذن الله يعني الدكتور شعبان هو بداها، وان شاء الله نبدا هذا المشروع، ان شاء الله يبقى مشروع فكري زي ما اوصت لجنه المناقشه بتوصيه ان احنا نعمل مركز لدراسات الامن الفكري. الله. اول لبنه لهذه الرساله، هي اول لبنه ان شاء الله باذن الله يعني. جميل. وهذا يعني هذه يعني بشرى يختص بها برنامج الشارع الثقافي عندنا، انه كمان يعني هو سبق اساسا وسبق طبعا ان شاء الله باذن الله بصدد عمل مركز لدراسات الامن الفكري بقسم الدراسات الاسلاميه ان شاء الله، وتكون اللبنه باذن الله هذه الرسائل، منها رساله الدكتور شعبان ان شاء الله. خصوصا سيما ونحن في هذه الايام التي نحتاج فيها الى الرد على الكثير من شبهات يعني المتنطعين انجاز التعبير، والذين يحاولون أن يلوون عنق النص. طبعا عودة إلى هذه الأيام الخوالي التي اخترت فيها هذا الموضوع، حدثني عن هذه الأيام، حدثني عن أهم الصعوبات التي واجهتك وأنت تخوض في غمار هذا الموضوع المهم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أولا نتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير للدكتور محمد ممدوح، دكتور منصور، يعني أسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه الرسالة في موازين حسناتهم. لولا توفيق الله جل جلاله ثم إرشادهم لي ما وصلت هذه الرسالة إلى ما وصلت إليه، وهذا من باب من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل جلاله. أما عن الصعوبات فلقد واجهتني صعوبات كثيرة جدا، لعل من سنامها أو على رأسها قد انتابني كما أشرت شعور سلبي في كثير من الأحيان أنني أنشر هذه الترهات إن دق التعبير بين فئام الناس وبين كثير من الناس، إلا أن هذا الشعور قد تلاشى رويدا لما علمت أن كثيرا من الناس يعني يطالعون هذه الترهات بشغف شديد، فأثرت أن أخذل عن هذا الدين وأن أدافع عنه قدر الاستطاعة والجهد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وبفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يعني آثرت هذه الشبهات وتناولتها، ثم عمدت إلى دحضها وبيان الخطأ فيها بالأدلة وبالعزو إلى المصادر، وكان من توفيق من الله جل جلاله أن وصلت هذه الرسالة إلى مصر. كيف كانت العلاقة يعني بينك وبين لجنة الإشراف دكتور محمد منصور؟ يعني أهم الملاحظات التي كنت تدونها أو كانوا يراجعونك فيها ثم تعيد كتابتها من جديد. أولا العلاقة بيني وبين الدكاترة مش علاقة مشرف بطالب، وده يعني اللي كلل الرسالة يعني بما وصلت إليه علاقة الحب.
فهم يعني ايه كانوا يحيطونني بكل حب ويعني ويتعاملون معي بكل أدب ورفق ولين مع التوجيه، فيعني جمعوا بين المحاسن كلها. نسأل الله جل جلاله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. عودة إلى فضيلة الأستاذ دكتور محمد ممدوح شحاتة، طبعا يعني كل هذا الحب يعني لابد أن يثمر هذه الثمرة اليانعة التي بين أيدينا، التي ستكون منطلقا إن شاء الله لدراسات أخرى قادمة واعية في هذا المضمار. أهم نتيجة أو أهم النتائج التي تراها حضرتك بعين خبير إن شاء الله في هذه الرسالة، وسوف تعد من الذي أسلفتم له. اهم نتيجه في التخصص يعني في عنوان الدراسه او في الدرس، ان هو يعني يجب على الباحثين تمام النظر في القضايا الفكريه الحديثه، وخاصه التيارات الفكريه او الايديولوجيه الحديثه التي تضع التراث تحت مجهر النقد. تمام. واهم نتيجه اعتقد في هذه الرسالة ان هو دكتور شعبان فرق ما بين الحداثة وما بعد الحداثة، ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني كل الناس تعرف تسمع كلمة حداثة، أشار لها دكتور ياسر في يعني كل الناس تتكلم عن الحداثة، ولكن ما بعد الحداثة وخطورة الأمر او الخطأ اللي بيحصل من الباحثين ان هو خلاص يبقى الإطار المكاني او التاريخي بتاعه يبقى الحداثة، بداية الحداثة ونهاية الحداثة. لكن فيما بعد الحداثة يعني بعد الألفية وبعد التطور التكنولوجي الرهيب، أصبح زي ما قال أستاذنا الدكتور ياسر وأستاذنا الدكتور بشير، أصبح هناك هدم للنظريات الخاصة بالفكر الحداثي من الحداثيين نفسهم. يعني الحداثيين نفسهم كل واحد يعني جوه المذهب بينقد النظرية الآخر. ده تطرق إلى نظرية ما بعد الحداثة، ودي اللي أشار ليها بإذن الله، ودي أعتقد هتبقى نقطة انطلاق لباحثين ان هم يبتدوا من هذه النقطة. يعني الباحثين اللي هو في مضمار الدراسات الفكرية يبدأوا ان شاء الله بإذن الله من التوصيات اللي هو في فكرة يخوضوا غمار نصوص او تيارات ما بعد الحداثة في قراءتهم للنص القرآني او للنص الشرعي. دكتور بقيت لك كلمة أخيرة قد تكون في صورة نصيحة أو دعوة لإخوانك من شباب الباحثين لاختيار الموضوعات المهمة، أو قد تكون منطلقا لك ماذا بعد هذه الرسالة في مجال الدعوة، في مجال العلم أو نشر العلم الصحيح للذب عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية؟ أنا أرجو من إخواني الباحثين أن ينظروا إلى الواقع الذي نحياه الآن، فإن من نظر بعين الدقة والبصيرة في واقعنا الذي نحياه الآن لانفطر قلبه ودمعت عينه وأنت جوارحه لما آل إليه حال كثير من الناس في زماننا. فينبغي عليهم أن يربطوا يعني أبحاثهم بالواقع المتعايش الذي نعيش فيه. صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا أتوجه بالشكر الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد ممدوح شحاتة، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا والمشرف على هذه الرسالة، ولأخي الحبيب الباحث شعبان طلعت محمد عثمان والحاصل التو على رسالته للدكتوراه في القسم. مشاهدينا الكرام متواصلون معكم وهذه الإضاءة العلمية وهذه الرسالة للدكتوراه، ولكن بعد فاصل قصير أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
مشاهدينا الكرام، ولا تكون القراءة العلمية إلا من خلال لجنة المناقشة والحكم على هذه الرسالة المهمة، والتي كانت عن مدعاة الانحراف في قراءة الحداثيين للقرآن الكريم، دراسة تحليلية للباحث شعبان طلعت محمد عثمان بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا. نشرف ونسعد الآن بأحد المناقشين لهذه الرسالة المهمة، فضيلة الأستاذ الدكتور ياسر حسن عبد التواب، أستاذ الفقه وأصوله المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا. مرحبا وأهلا، حياكم الله. سلام الله عليكم فضيلة الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك دكتور شوقي، نورت كلية الآداب وجامعة المنيا ومناقشة الباحث، يعني سعدنا بك كثيرا. أكثر سعادة لهذا الحضور وهذا الحب. أولا يعني حب لحضراتكم قبل الحب للباحث، تفاعل الجمهور وجمهور الحاضرين، وأعتقد أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان فضيلة الدكتور. ونحن إن كنا نذب عن سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إلا أن القرآن الكريم يعني أصبح يعني يتلقى من سهام المغردين كثيرا في هذا المعيار أو في هذا الميزان. كيف تضع أهمية هذه الرسالة؟ هذه الرسالة يعني تأتي أهميتها من عدة وجوه. أول وجه تعلقها بكتاب المسلمين المقدس القرآن الكريم الوحي، وهو له في قلوب الناس من التعظيم ما لا يمكن أن يوصف في أي أمة من الأمم. فلتعلقها بهذا الكتاب تفاعل الجمهور الذين ربما لا يعلمون في ثنايا الموضوع وتفاصيله العلمية كثير، لكن لأنه تعلق بالقرآن والوحي وهو الذي يعلمون أن فيه حياتهم، كان هناك تفاعل غير طبيعي على مرور سنوات كثيرة من المناقشات العلمية. ونرى الجمهور في وادي ونحن في واد آخر، إلا أن جمهور هذه المناقشة كانوا معنا حبا منهم لكتاب الله تبارك وتعالى. الأهمية الأخرى أنها تتعلق بتيار واقعي موجود بالفعل، وله منصات إعلامية وإلكترونية، ومدعوم من دول غربية ومدعوم من جهات أخرى تبغي زعزعة مقدسات المسلمين، ومن ثم زعزعة مجتمعاتهم وخراب ديارهم. فتأتي أهمية مناقشة هذه الأفكار الوافدة تضامنا مع تماسك المجتمع وحفظا لدين المسلمين الذي هو في الأصل صمام أمان للمجتمعات وتماسكها. دكتور، طبعا شرفنا واستمتعنا بهذا الطرح وهذه المناقشه لحضرتك، التي طبعا يعني تحدثت كثيرا عن الاجراءات البحثيه والمنهج الذي قامت عليه هذه الدراسه الضخمه نوعا، الا انها من الاهميه بمكان في كل فصولها. حدثني عن اهم هذه الاجراءات البحثيه وكيف تضعها في معيار البحث العلمي الجاد والواعي. هذه الرساله بالحقيقه تكاملت فيها كل معايير البحث العلمي القابل للإجازة والصالح للمناقشة. منها الباحث نفسه يمتلك أدوات البحث العلمي الجيدة من قواعد شكلية ومنهجية، وقدرته على مناقشة الآراء، وأمانته العلمية في طرح الآراء، وقدرته الفائقة على وضع الأمور في نصابها. كما أن الرسالة أيضا احتوت على عدة مصادر رئيسة ومصادر ومراجع موجودة، ولجوئه إلى بعض المراجع الأجنبية حتى وإن كان عن طريق الترجمة استطاع أن يأتي بنصوص القوم من مظانهم دون الافتراء عليهم. كان متجردا منصفا في كثير من أحيانه، وإن كان هناك بعض الهنات الهينات، إلا أن هذه طبيعة العمل البشري. إلا أن لا يمكننا أن نقول أن هذا العمل من الأعمال المتميزة في قسم الدراسات الإسلامية، والتي تستحق بحق هذا الحشد الضخم وهذه الدرجة التي أخذها. فأسأل الله عز وجل أن يوفقه في قابل أيامه إن شاء الله تبارك وتعالى. هل أجابت الرسالة ببلاغة عن يعني بعض أسئلة الانحراف أو بعض مظاهر الانحراف لدى قراءة الحداثيين للقرآن الكريم؟ نعم، طرح الباحث في بداية أطروحته بعض الأسئلة والتي هي عادة كل الباحثين عن ما هي أهم دواعي الانحراف وأسباب الانحراف عند هؤلاء. فتساءل من هم الحداثيون، وما هي الحداثة، وما هي أصلها، وما هي تلك الأسباب، وما هي مظاهر تلك الأسباب. أجاب الباحث عن كل تلك النقاط إجابة وافية كاملة كانت جديرة بأن تكون صالحة للمناقشة والحكم. بقيت لك كلمة فضيلة الدكتور ياسر إلى الباحثين الجادين لاختيار موضوعات لم تطرق من قبل، ولكنها قد تحرك الراكد وتثير الكثير من القضايا المهمة مثل رسالة اليوم. نحن في تاريخ علومنا كمسلمين أي علم لا يفيد عملا لا خير فيه. من هنا ننطلق نقول أن العلم الذي لا يخدم المجتمع ولا يخدم الناس لا فائدة منه. فعلى الباحث أن يختار من الموضوعات ما فيه إفادة وحل إشكالات علمية أو عملية للناس. بعيدا عن هذين الطرحين تكون الرسائل بلا فوائد ومكانها في الأرفف. فأنا أهيب بجميع الباحثين اختيار الموضوعات ذات الفائدة العملية للناس والتي تساهم في صلاح المجتمعات، لا سيما في علومنا النظرية هذه فإنها قاطرة التنمية.
فضيلة الأستاذ الدكتور ياسر حسن عبد التواب، أستاذ الفقه وأصوله، المساعد بقسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب جامعة منيا، والمناقش لهذه الرسالة المهمة. شكرا جزيلا لك، شكر الله لك. اهلا وسهلا وشكر الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا على وجودكم وحضوركم معنا. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام، لعل الحضور كان أفضل وأروع ما في هذه الرسالة، هذا الحب الذي يجمع الجميع على حب دكتور شعبان. معنا سعادة النائب المحترم سعادة النائب حسام أبو زيد، نائب أبو قرقاص، القريب من قلوب الناس، ودي شهادة مش مجاملة مني. ربنا يخليك يا دكتور، اهلا بحضرتك واتشرفت طبعا في قناتنا الغاليه علينا قناه الصعيد. والنهارده الحمد لله رب العالمين تم مناقشه رساله الدكتوراه لاخي حبيبي الشيخ شعبان طلعت، احد ابناء مركز ابو قرقاص، ابن المطهره، زميل الدراسه، الانسان اللي دايما بنشوفه يسعى للخير ودايما بنلاقيه معانا في اي طلب محتاجينه الناس، في توفير سبل الرعايه الصحيه، بنلاقيه في كل النشاطات المجتمعيه، القيادات المجتمعيه اللي بتتعاون مع نواب الشعب، من القيادات المجتمعيه اللي بنشوفه ان شاء الله رب العالمين نطمع منه كمان في التقدم والمزيد، ودايما بنلاقيه. يعني حضرتك قعدت في مستشفى عندنا في ابو قرقاص، هو اهتمامه بيها بنطلبه في الليل وبنطلبه في النهار، وما بيقصرش معانا في حاجه، ودايما مع الناس كلها، ونتمنى له التوفيق باذن الله في حياته المستقبليه باذن الله، ربنا ينفع بيه ان شاء الله. كلمه حضرتك بتقولها عن اهميه العلم النهارده، العلم يعني فعلا وتاثيره على اخلاقيات الشارع، وكيف تساعد المسؤول والنائب على اداء مهمته والتعاون. يا معالي الدكتور، طبعا انت عارف ان العلم هو سلاح الدوله، سلاح الدوله وسلاح الاسره. احنا طبعا كل سعينا دوا وعملنا وذهبنا للعمل كله عشان نشوف اولادنا احسن مننا. احنا طبعا بنتمنى ان العلم ده يسود في كل بيت، في بيت الشعب المصري، واهتمام الاسره المصريه يجب ان يكون بالعلم اكثر من ذلك، اللي هو السبيل الوحيد لتقدم الامم ان شاء الله. سعداء وجودك اضافه لهذه الرساله الجميله سعاده النائب المحترم نائب الشعب حسام ابو زيد، ومزيدا من العطاء ان شاء الله. يا دكتور الله يخليك.
مشاهدينا الكرام، عشنا مع حضراتكم هذه الحلقة من قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا، وحضور فعاليات رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث شعبان طلعت محمد عثمان، وكانت عن موضوع مدعاة الانحراف في قراءة الحداثيين للقرآن الكريم دراسة تحليلية. أشكره وأشكر لجنة المناقشة والحكم، وكل الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.